السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير يا بنات. هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل ما نبدا الفيديو حبايبي، بالله عليكم اي حد يخش على الفيديو ويتفرج عليه يشترك في قناتي على اليوتيوب اسمها يوميات ام سيف للاكل البيتي. اتمنى كل اللي على التيك توك يا جماعه اللي متابعيني حبايبي اخواتي يشتركوا في قناه على اليوتيوب. بالله عليكم اشتركوا في القناه. وعايزه كومنتات يا حبايبي. الكومنتات مفيش كومنتات خالص، يعني ممكن لايكات بسيطه ومفيش كومنتات خالص. انا عايزه القناه يا جماعه ما تقفش، عايزه القناه تكبر بيكوا وليكوا عشان انزل فيها كل شغل يا جماعه. بالله عليكم عشان انتوا برضو بتبقوا سبب رزقي بعد ربنا. تمام. بصوا حبايبي، هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا النهارده عملنا الغدا ده. عملت صينيه سمك تونه او مكاريل او سنجاري على حسب ما بتسموها، وعملت رز صياديه اهو. بصوا بسم الله تبارك الرحمن. وعملت شويه سلطه. ده الاكل بتاع النهارده. بصوا بسم الله ما شاء الله على الصينيه بتتكلم عن نفسها. بصوا حبايبي اهو ده الغدا. بصوا الصينيه عامله ازاي، حاجه كده بسم الله تبارك الرحمن. وادي الرز وادي السلطه. بصوا حبايبي هقول لكم على طريقه السمك دي. هقول لكم على تكايه كده بسيطه جدا ما تخليش السمك ده زفر معاكم، عشان في ناس كتير جدا بتعمله وبتقولي ان هو طلع زفر منها. بصوا حبايبي السمك ده انا بجيبه طبعا بنضفه عند الراجل، بجيبه بغسله كويس جدا جدا، يعني كويس جدا تحت الحنفيه بغسله كويس جدا، بشيل منه كل حاجه سودا اللي بتكون فيه. تمام. بعد كده بنقعه في ملح بس، في ملح بس. بعد ما بغسله تحت الحنفيه بنقعه في ملح بس يا جماعه، مش بنقعه في ميه بملح. بدهنه كده كله من فوق ومن تحت ومن ورا ومن قدام ملح. تمام. بسيبه شويه حوالي نص ساعه. بعد كده بغسله من الملح. بعد كده بجيب بصلايه كبيره مبشوره، بحط عليها فلفل اسود وشويه ملح، بدعكهم جدا في بعض، اروح دهنه بيها كل السمك، دعكه كل السمك بالبصلايه المبشوره دي. دي يا جماعه التكايه اللي بتخلي السمك مش زفر خالص، وطعمه بسم الله ما شاء الله بيروح لحته تسعه. تمام يا حبايبي. بتجيب البصلايه المبشوره دي بعد طبعا ما بتشطفيه الاول بميه، بعد كده بملح، بعد كده بتجيبي البصلايه بتبشريها، بتدعكي بيها كل السمك وبتخليه حوالي ربع ساعه منقوع في البصل ده، البصل اللي بفلفل اسود بالملح، بتخليه حوالي منقوع ربع ساعه. بعد كده حبايبي بتجيبيه بتشطفيه كويس جدا تاني، بتلاقيه زي الفل ما فيهوش اي زفوره. تمام. وبترصيه في الصينيه